الكوره اللي طلع سيف مصري واللي ما صفاش سيف مصري، مش الراجل. انا بتكلم بقى على مسؤوليتي، وانا اول مره اتكلم مع حاجه تخص سيف، ان انا بقى لي 3 سنين ما فيش علاقتي بسيف، بعيد، احنا بعاد عن بعض، لكن انا بتكلم الكلام، ما بتكلمش كلام افضل، بتكلم كلام بتاع كوره. اللي طلع سيف مصري واللي غيره، واللي لا يعني اللي غيره سيف، اللي غيره مصري، اللي غير سيف مصري، واللي ما خلاه سيف سافر مصري. ان في لعيبه الراجل ما عرفهاش، خدها معاه وسافر. يعني طب ايه يعني ايه المعايير او ايه الحاجه اللي حطها عشان ياخد اللعيبه الصغيره دي ويسافروا ويسيب واحد بيلعب؟ وبعدين احنا نسينا ان احنا من سنتين الزمالك خد دوري وكاس، دوري مرتين وكاس باللعيبه الشباب بسيف وابو حسام عبد المجيد وبنيمار وبيوسف اسامه نبيه اللي هم اللعيبه الصغيره كلها. هو هل يعني انا مش عايز اتكلم عشان انت عارف انا يعني انا زملكاوي. لا بس انت برضه حضرتك بتقول لنا، بتفسر لنا موقف احنا مستغربينه. هقول لك على حاجه، انا اللي بقول ده، هقول لك على حاجه، حتى لما اعلنت القايمه والبعثه سافرت على السوشيال ميديا، حتى الزملكاويه كانوا مستغربين ان سيف مش في القايمه، يعني حتى الجمهور العادي مش محللين. لما كنت بتابع فوجئت ان الناس حتى مستغربه هو فين سيف جعفر، ليه مش موجود في القايمه؟ هو سيف انت حضرتك بتقول لي مصري، قصدك مصري يعني مدرب مصري في الجهاز؟ طبعا، امال ايه؟ هو في خلاف بينه وبين سيف يعني؟ هو يعرف الراجل، الراجل يعرف سيف؟ لا المفروض الراجل لسه جاي، والصفقات دي جت قبل ما يجي. مين اللي بيعرفه على اللعيبه؟ كابتن احمد مجدي. انا ما اعرفش احمد مجدي، يعني مع احترامي الشديد دي ما اعرفش. ومفيش يعني مصري غيره في الجهاز، هو عبد الواحد السيد. عبد الواحد اعرفه، يعني عبد الواحد اعرفه، بس عبد الواحد ملوش دعوه. لو عبد الواحد اتدخل ملوش دعوه. عبد الواحد ده مدير كوره، مدير كوره مالوش علاقه بالامور الفنيه. مظبوط خالص ملوش دعوه. ومفيش غير كابتن احمد مجدي او كابتن ابو عاطف يعني. هو في حاجه بينهم يعني، في مشكله؟ ما اعرفش، عمري ما اعرف حاجه. يعني احمد مجدي انا بشوفه هو بيتكلم مع الراجل، المفروض يبقى هو قريب كمان من الراجل عشان بقى مترجم بتاعه. لازم المترجم بتاعه. لازم مترجم بعد اذن حضرتك، لازم مترجم عشان ما يبقاش القرب ده ياثر على اختياراته. يعني خلي لعيبه تقول لك لا ده بيحبني، ده ما بيحبنيش، ده قريب مني، ده مش قريب مني، لا. بس ده الكلام ده جديد يا كابتن. الكلام ده جديد. لازم مترجم مش بتاع كوره، ده بيحكي له بيقول له كذا 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 كذا، بيقول للعيب انت ناقصك كذا، انت عايز كذا، اتحرك كذا، بيقول له. لكن نادي الزمالك ده اغنى نادي، يعتبر من اغنى اغنياء الانديه العربيه. انا ما اجيب مترجم، ايه المشكله؟ لكن ما يبقاش مترجم ومدرب في الجهاز ومدرب، يعني كان هو بقى كمان فوق المدير الفني. طب انت حضرتك بتقول دي معلومه جات لك يعني؟ لا انا مش معلومه يا استاذ محمد، انا راجل اشتغلت لي بتاع 600 700 مباراه في الدوري العام المصري. فانا يعني بفهم، بتلقط يعني. انا بص بفهم. يعني مثلا سيف السنه اللي فاتت كان بيقعد، كنت بقول سبب اللي بيقعد سيف فلان، فبنقعد نتكلم اللي بيقعد سيف يا كابتن فاروق فلان. فانا ببقى عارف اللعيب، المدرب جاي وفي نص سنه وهيقعد ولا مش هيقعد، هياخد بطوله ولا مش هياخد بطوله، فبيرمي تقله على المدرب المصري. طب انت شايف ده تدخل مش صح من الكابتن احمد مجدي فنيا؟ الاجنبي ليه؟ طب ما نجيب واحد مصري بقى. انا مش بتهم احمد بعينه، بس واحد مصري في الجهاز قريب من الراجل هو اللي عمل كده. ما فيش غيرهم يا كابتن ابو واحد وكابتن انا بتكلم اهو، انا بتكلم كلام على مسؤوليتي، يعني انا مش بتكلم على مسؤوليتي. لكن الكلام اللي بيحصل لا. هل انت حضرتك تواصلت مع سيف مثلا، شديت منه؟ لا ما تواصلتش مع لا رفعت روحه المعنويه بعد ما